السلام عليكم، نهار جديد مع فيديو جديد. كيف كتشوفوا من العنوان اليوم غادي نحضروا مع بعضياتنا واحد البسبوسات للفطور. تشهيتوا شي حاجه حلوه، قلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد البسبوسات اللي حضرت انا. درت وحده كبيره ودرت عاوتاني ميني بسبوسه على بركه الله. غادي نوريكم المقادير ديالها سالين وبساطين ومتوفرين في اي بيت، وقلت علاش لا نحيدوا العكز مع بعضياتنا ونوضوا نحضروا هاد البسبوسات. اول شيء في المقادير كنحتاجوا ليها اللي هي 2 بيضات، فاني سائله، الخل، كاس ديال الليمون، نص كاس زيت، اكثر من نص كاس ديال السكر، 2 كيسان ديال السميده، وخماره ديال الحلويات. على بركه الله غادي نوريكم الطريقه ديال التحضير ديال هاد البسبوسه كيفاش غادي ندير ليها. صافي هنايا غادي نمشي نجيب واحد الاناء كيف كتشوفوا معايا اللي غادي نوضع فيها البيض. هنايا البنات هنايا غادي ندير 2 بيضات بحراره المطبخ، ولا بد يكونوا بحراره ديال المطبخ، ما يكونوش في الثلاجه باش نخدموا معنا الكيك ديالنا هاد البسبوسه ديالنا مزيان. صافي هنايا وضعت البيض، وكذلك غادي نوضع كيف كتشوفوا معايا غادي نوضع ليها السكر، وكذلك غادي نوضع الزيت، وغادي نوضع كيف كتشوفوا معايا غادي نوضع هذاك الكاس ديال الليمون، كاس مملوء البنات ضروري. وكذلك غادي نوضع يعني الفاني. هنا الفاني البنات كتحيدينا هذيك الزفوره ديال البيض، وانا كتعجبني هاد السائله احسن من الفاني العاديه، ولا ما كانتش متوفره عندكم فاستغنوا عليها، ديروا غير العاديه اللي كتباع في الحانوت، حتى هذيك راه تتجي لذيذه. كندير طريقه ديال الملحه اولا غير واحد شويه ماشي بزاف. وكذلك غادي نوضع معلقه، نطرب هذا الشيء بعدا مع بعضياته مزيان. كل ما طربتي البيض مع المكونات اولا الخليط ديالنا، كل ما كتصدق لينا البسبوسه ديالنا مزيانه. صافي هنا غادي نطرب المكونات مع بعضياتها كيف كتشوفوا، وغادي نوضع ليها معلقه ديال الخل. خاصنا معلقه مملوءه ديال الخل. هنايا هاد المعلقه الدور ديالها البنات كتهشش لينا البسبوسه وكتعطيها الفوليوم ديالها اكثر. صافي هنايا كيف كتشوفوا غادي نطرب المكونات مع بعضياتهم مزيان. بعد ما طربت المكونات مزيان مع بعضياتهم غادي نغربل هذوك 2 كيسان ديال السميده. ولا بد البنات ان اي حاجه غادي نديروها نغربلوها. هنايا غادي نغربل هذوك 2 كيسان وغادي نخلطهم مع الخليط ديالنا. صافي هنايا غادي نوضع الكاس الثاني كذلك حتى هو غنغربلو مزيان معكم ولا بد. صافي هنا بعد ما غربلته هنا غادي ندير ساشيه ديال الخميره ديال الحلويات، حتى هي غادي نغربلها كيف كتشوفوا معايا باش ما تبقاش ليا محجره في هذوك الكويرات ديالها. صافي هنايا غادي نخلط هادشي مع بعضياتو، الخليط مع بعضياتو مزيان تينسجم ليا العناصر مع بعضياتهم. هنايا البنات لا بغيتو مقادير لا بغيتو الكميه اكثر ضاعفوا المقادير مع بعضياتكم، زيدوا المقادير اكثر. صافي هنايا غادي نستمر في التخليط، غادي نسالي وغنرجع لكم. هنايا نتوما بعد ما طربت المكونات مع بعضياتهم غادي نجيب المول ديالنا اللي غادي ندير فيه الخليط ديالي وغنرجع لكم. هنايا درت هادو ديال الميني بسبوسه اولا ميني كيك كيف كتشوفوا. هنا درت واحد الكميه، انا راه زيد ضاعفت شويه الحجم ديال باش عطاتني اكثر. يعني درت الخليط الاول شاركته معكم ودرت الخليط الثاني باش يعطيني اكثر كميه باش يلا تقدني الكميه اللي انا باغا. صافي غادي نستمر على هذا الشكل في الخويان ديال
البسبوسه ديالي. هنا تقريبا البنات غادي ندير واحد 2 معالق حتى ل3 كبارين. صافي هنا بعد ما خويت الخليط ديالنا الصغير والكبير كيف كتشوفوا مع بعضياتنا. هنايا غادي نكون دابا مشعله الفران ديالي ديجا كيسخن، وغادي نخشيهم حتى غادي يطيبوا ليا مزيان. وعاد غادي نرجع لكم باش ندير معكم باش غادي نحضر السيرو ديال الليمون اللي غادي نسقي بها ميني كيك. هنايا الميني بسبوسه غادي نسقيها بالليمون البنات. هنا شديت كاسرونه درت فيها كاس ديال الليمون، ودرت فيها كاس نص كاس الا ربع ديال السكر، وخليته تغلى ليا مزيان مع بعضياتو، وبديت كنسقي بها الكيك هذا البسبوسه ديالنا. خاصنا ولا بد البنات البسبوسه تشرب لينا السيرو باش كتجي لذيذه وكتجي يعني كتجي مويله، ما تجيش ناشفه، تجي مشربه. صافي هنايا غادي نستمر في الوضع ديال السيرو، لا في هاد الصغيره لا في الكبيره، حتى غادي نسالي وغادي نرجع لكم. هانتوما كتشوفوا معايا كيجيو اصلا رطبين وكيجيو هشاشين وكيجيو خفافين، ما كيجيوش ثقال. صافي غادي نستمرت عليهم كتساليت، وغنمشي نجيب البسبوسه الثانيه اللي مازال طيب حتى غطيب ليا، وحتى هي كذلك غادي نضيف لها السقوه ديالنا السيرو، حتى هي خاصها تشرب مزيان مع بعضياتها، تتشرب لينا هذاك السقوه ديالنا اولا السيرو ديالنا. باش تشرب مزيان كذلك عاد غادي ندير ليها الكوك من الفوق. هانتوما غادي تشوفوا معايا هنايا بعد ما شربت لينا هذاك السيرو مزيان كيف كتشوفوا كتجي هشيشه وكتجي فيها داك المذاق ديال الليمون، كتجي مسقيه بالليمون، كتجي خطيره. صافي هنايا وضعت الكوك كيف كتشوفوا بهذه الطريقه، غنبقى نوضع فيها الكوك حتى غادي نساليها كامله. هانتوما كتشوفوا معايا. صدقوني البنات الليمون والكوك كيجي لذيذ وكيجي مجانس مع بعضياتهم. دابا بعد ما ساليت الاولى غادي نمشي نجيب هاد الصغيورين كيف كتشوفوا هنايا، غادي ندير ليها السيرو ديالنا اللي غادي نديروه من الفوق. غندير كاس ونص ديال الحليب بالضبط كيف كتشوفوا هنايا. بعد ما وضعت كاس ونص ديال الحليب هنايا غادي نوضع تقريبا معلقه كبيره مملوءه ديال كريم باتيسري. صافي هنا غادي نخلطهم مع بعضياتهم كيف كتشوفوا، وغادي نوضع هذيك الكاس ونص ديال 2 كيس هذاك الكاس ديال الليمون اولا 2 كيسان الليمون، وغادي نخلطهم مع بعضياتهم، وغادي نبدا نخويهم هنايا. ودرت لهم الاضافه ديال السكر. صافي تطاب ليا كامل مع بعضياتهم العافيه منيله. صافي وحيدتهم من البوطه وبديت كنسقي بهم كيف كتشوفوا معايا، كيجيو لذاذ وكيجيو ناجحين 100%. كيف كتشوفوا هذا هو الطبق النهائي ديالنا. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتكون خفيفه ظريفه على قلوبكم هذه الوصفه ديال اليوم. واللي مازال ما مشاركش يشترك في القناه ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله. وما تنساوش تدعموني بلي لايك كومنتير تحفيزي، والى اللقاء الى وصفه مقبله ان شاء الله. هانتوما كيف كتشوفوا كيجيو هشاشين وكيجيو رطبين وكيجيو لذاذين. دابا خليت لكم راحه الى وصفه جديده ان شاء الله. موعدنا غدا ان شاء الله مع فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله. الى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله. بالنسبه للبنات اللي قالوا لي خليوا لي الفيديوهات كل نهار مع 10 ان شاء الله دائما غتلقاو فيديو جديد مع 10 الليل ان شاء الله. الى اللقاء.